بنوتك الصغيرة اللي كنت بتعملي لها قطتين كبرت فجأة وبقت مدموزيل جميلة. هتقولي لي جميلة ايه؟ دي مطلعة عيني ومش بترضى تتكلم معايا، وكل ما بحاول اتكلم معاها بتبصلي كده كأني مش بفهم. ايوه، هي البصه دي. تعالي لي بقى كده يا ست الكل علشان اقولك على تحليل يمكن يساعدنا شويه. ليه المراهقين بنات وولاد بيبعدوا عن اهلهم ويلزقوا في اصحابهم؟ علشان دايما الانسان بيحب يكون مع الشخص اللي بيفهم لغته وقريب منه وبيشاركه اهتماماته. علشان كده بمنتهى البساطه بنتك بطلت تتكلم معاكي وعلى طول حاطه دماغها في دماغ صاحبتها، وهو ده بقى المفتاح بتاع الموضوع. هقولك بقى على 5 خطوات تعمليهم علشان تقربي لبنتك. رقم 1، افهمي لغتها وصاحبيها وحاولي تشاركيها اهتماماتها. رقم 2، قبل كل حاجة لازم تتكلمي معاها حتى قبل ما تبلغ وتجيلها البيريد. تكلميها عن التغيرات اللي هتطرق على جسمها، وفهميها انه عادي ممكن جدا نتخن فجأة لكن نرجع نظبط اكلنا ونخس ونبقى حلوين تاني. رقم 3، قوليلها انه عادي ان وشك تطلع فيه حبوب واننا نعالجها. رقم 4، عادي جدا ان جسمها يظهر فيه فجأة شعر زايد، وانتي كأم بطريقتك وبالطريقة اللي انتي شايفاها مناسبة تساعديها ان هي تتخلص منه. رقم 5، لازم دايما تحسسيها ان انتي واخدة بالك من مظهرها وانزلي اشتري معاها هدوم. يعني من الاخر زودي ثقتها بنفسها من خلالك انتي، واكيد ان شاء الله هتقرب منك، ولو ما قربتش على الاقل مش هتنفر منك.